رياضة خفيفة، مشي انت وحد بتحبه او حتى مشي لوحدك مش مشكلة. ضربات قلبك هتشتغل، الدماغ هتهدى، القلق هيروح من عندك. عمرك حسيت ان دماغك مش سايبك؟ كل يوم قلق، كل ليلة تفكير، كل موقف صغير يتحول لمأساة. اسمع دي، القلق مش بس شعور، دي عادة عقلية، يا اما تتحكم فيك يا اما تتحكم فيها. النهارده مع بعض هنعرف ازاي نسيطر احنا عليها وعلى دماغنا وما نسيبش الموضوع ده يتحول ان هو يتحكم فيه. اهلا بيكم، انا عبد الله مصطفى. القلق والضغط النفسي موجودين عند كل الناس، بس الفرق بقى ان في بعض الناس بتعرف تتحكم فيها بشكل كويس، والبعض التاني للأسف بيعيش تحت سيطرتها. النهاردة مع بعض هنعرف ليه القلق بيظهر وازاي بيسيطر على حياتك، وهنتكلم بخطوات عملية هتقدر تبدأ بيها من النهاردة، والكلام ده هيكون بأمثلة عملية واقعية زي ما تعودنا مع بعض ان احنا بنتكلم في اكتر من خطوة. ورقة وقلم ومشروبك اللذيذ ويلا بينا. أول حاجة، ليه أصلا دماغنا بتقلق طول الوقت؟ دماغنا طول عمرها شغالة من ملايين السنين، وكل الناس دماغها شغالة ما بتبطلش. دماغك دايما متعودة ان هي تحميك من الخطر. زمان كان الخطر دوت بيتمثل في انك تشوف اسد او تتحط في موقف ممكن يكون هيموتك فعلا، انما دلوقتي الخطر متمثل في ايه؟ في تسليم مشروع، في شغلانة معينة انت هتعملها، في كومنت سلبي مثلا جالك على السوشيال ميديا. القلق بيساوي استجابة للخطر. دماغك ما بتعرفش تفرق بين خطر حقيقي وخطر ممكن تكون بتتخيله. زي ايه مثلا؟ زي مثلا تكون رايح مقابلة شغل، واول ما تروح المكان تفضل تتوتر وضربات قلبك تزيد وتحس ان انت داخل معركة وانك هتغلط، وكده كده الانترفيو ده نتيجته سلبية. اما بقى الحاجة التانية اللي محتاجين نعرفها، ازاي القلق بيأثر على حياتك. اول حاجة بيعملها انه بيقلل جدا التركيز، انتاجيتك كمان بتقل جدا، علاقاتك والناس من حواليك بتتأثر لو انت طول الوقت قلقان، حتى كمان قراراتك اللي بتاخدها اكيد بتتأثر بالقلق اللي عندك. واخر حاجة بقى وللأسف، ان صحتك ما بتبقاش في افضل حالاتها بسبب القلق. بيبقى دايما عندك توتر، ضغط، أرق وصداع بشكل مستمر. هحكي لك قصة صغيرة كده هتقدر تفهم بيها ايه اللي بيحصل اثناء القلق. زي مثلا شاب عنده شغل مهم محتاج يسلمه، كل ما يجي يسلم الشغل يفضل متوتر وقلقان وعامل حساب ايه اللي ممكن يتم او يحصل، وتيجي في افكاره حاجات كتيرة قوي. طب نتيجة دوت بيحصل معاه ايه؟ اول حاجة بيسلم الشغل متأخر بما انه سهر. تاني حاجة بيبقى ضغط مضاعف عليه بسبب ان هو موتر نفسه بزيادة. وللأسف نفس القصة بتحصل معاه مش في موقف واحد، بالعكس ده في كل يوم. يلا بينا نفهم ايه الحاجة التالتة. الخطوة دي بعنوان طرق علمية للتعامل مع القلق. أول خطوة، التعرف على المشاعر. زي ما بنتكلم دايما، الورقة والقلم بصفة مستمرة يكونوا معاك هيوفروا ويسهلوا عليك كتير قوي. سجل واكتب شعورك، أنا قلقان من إيه. الملاحظة هنا إن أنت بدأت تسيطر على القلق. الخطوة التانية، تقنية التنفس 4-7-8. إيه هي 4-7-8 دي؟ دي قاعدة حاول تتعلمها، هتفرق معاك كتير قوي. حاول تتنفس 4 ثواني وامسك نفسك 7 ثواني وطلع النفس 8 ثواني. ده بيعمل ايه؟ ده بيفك التوتر من جواك وبيخلي نفسيتك وعقلك اهدى. الخطوة الثالثة، التوقف عن التفكير الافتراضي. القلق هتلاقيه دايما مبني على توقعات ممكن ما تكونش مؤكدة. التوقعات اللي انت متوقعها وحاططها في دماغك ومسببه لك قلق دي، اسأل نفسك فيها وقول لها، هل الحاجات دي حاصلة دلوقتي؟ لو لقيت لأ، ارجع للحاضر اللي انت عايشه. يلا بينا ندخل على الخطوة الرابعة ونفهم ايه هي. الحركة الجسدية، رياضة خفيفة، مشي انت وحد بتحبه او حتى مشي لوحدك مش مشكلة. ضربات قلبك هتشتغل، الدماغ هتهدى، القلق هيروح من عندك. اما بقى الخطوة الخامسة، هو انك تعود نفسك على مواجهة القلق تدريجيا. اكبر درس هتتعلمه هنا ان التعرض المنتظم بيقلل حساسية الدماغ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو كل موقف فيه قلق حسيت من جواك ان ده قلق وحاولت تواجهه عشان تشيله من عندك، هتلاقي واحدة واحدة من جواك الحتة اللي انت عايز تغيرها بتبتدي تنسحب تدريجيا. هندخل دلوقتي على نقطة جديدة ونفهم ايه هي، وهي انك هتتعلم استراتيجيات طويلة المدى، زي انك تاخد راحتك في نومك، هتحاول تقلل الكافيين او الحاجات اللي انت بتشربها زي القهوة او الشاي، انك تنظم مهامك وتقسم الضغوطات اللي عليك. في حاجة معظمنا ما بيعملهاش جميلة جدا، وهو انك تتأمل في الكون من حواليك. حاجة كمان انك تتكلم مع حد موثوق او تطلع اللي جواك مع شخص يسمع منك ويقدر يفيدك. طيب يا صديقي، ايه الجملة الذهبية اللي ممكن نطلع بيها من الفيديو؟ القلق مش شيء لازم تهرب منه، لكنه شيء لازم تتعلم ازاي تسيطر عليه. اما بقى الخلاصة،
فاسمع مني الجملتين دول. حط في دماغك دايما ان الضغط والقلق عمره ما كان عدوك، وانك انت الشخص الوحيد اللي هتعرف وتقدر تعلم دماغك تتعامل معاهم ازاي. مفيش مشكلة انك تبدأها صغير وتاخدها خطوة خطوة، وصدقني هتوصل لانك تشوف الفرق في حياتك كلها. لو الحلقة عجبتك جرب مع نفسك 5 دقايق بس تعمل فيهم تمرين التنفس اللي قلناه قبل كده، واكتب في ورقة وقلم شعورك وقتها كان ايه. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تبخلش علينا باللايك، وتابع باقي منصاتي على السوشيال ميديا، واكتب لي ايه اكتر حاجة بتخليك قلقان دلوقتي، يمكن نعمل عنها حلقة بعدين. سلام.